بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عنا شرح لشغلة، وهي تكبير خط الموبايل وتغيير خط الموبايل. هلا إذا الجهاز مثلا شوفت عندكم هيك الخط، يعني حتى مو إنه شكله صغير بس، لا خط ناعم، هذا اسمه الخط الافتراضي. الخط الافتراضي لأجهزة السامسونج هيك بيجي. فمثلا هلا لو دخلنا على الواتساب، وحتى الكتابة شكلها ناعم، يعني الخط صغير والخط ناعم بشكل. حتى ولو مثلا أنا الضبط، ضبط الشاشة، حتى ولو غيرنا الخط ما راح نستفيد شي، بس المهم نحطه هون كبير نوعا ما ماشي، بس شكل الخط لساته ناعم. فإذا بدك تغير شكل الخط أكبر معك لأكبر حد، بنفوت على المتجر، نحمل برنامج اسمه أناقة. هون بس انت عليك تكتب كلمة أناقة مكتوبة، للي ما هي مكتوبة عنده ولا مرة، هي أناقة، واعمل بحث. أناقة، المهم تكتب كلمة أناقة بيطلع عندك البرنامج هذا أول واحد، الخطوط العربية للمجرة، تثبيت، قبول. نستنى ليخلص، هو طبعا البرنامج حجمه صغير. هذا البرنامج اللي بده يكبر خط الموبايل لأكبر حد، يعني طبعا الخط ما بنعطي فيه البرنامج بعد ما نثبته ما لنا شغل فيه أبدا، ولا بتدخل عليه ولا لك شغل فيه. طلعت على الخالص. المهم بعدين بتروح على الضبط مرة ثانية، جهازي الشاشة، أول شغلة اسطول الخط. طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الخطوط انتو بتجربوا فيها، شايفينها هيك كلياتها. أنا أكثر شي عجبني هذا أنا بستخدمه من زمان يعني. نرجع ندخل ضبط الشاشة، نرجع بنعطيه، نرجع ندخل على حجم الخط ونعطيه كبير أو ضخم. هلا بنروح بنشوف، نستنى شوي البرنامج عم يطبق، بنرجع الواتس مرة ثانية، نرجع نفس الشخص اللي أنا عم براسله مثلا، هيك انتبهوا على شكل حرف الميم، اختلف معنا الميم. الخط صار يشبه خط السوني أكثر زيت، يعني تقريبا شكل الكتابة كلها بتغير. هذا هو البرنامج